السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم اليوم؟ أسألكم، هل تستيقظون كل صباح وأنتم راضون عن يومكم؟ أم تجدون أنفسكم ضائعين ولا تعرفون من أين تبدأون؟ اليوم جلبت لكم حلا سحريا، شيء سيغير حياتكم من الصباح وحتى نهاية اليوم. معي اليوم ملخص كتاب معجزة الصباح الذي سيعلمكم كيف تبنون نهاركم من البداية وتعيشون حياة مليئة بالنجاح والحيوية. يركز كتاب معجزة الصباح على أهمية بداية اليوم، حيث إن الساعات الأولى من الصباح هي التي تحدد المزاج والطاقة لباقي اليوم. ينصح المؤلف بأن نمارس 6 عادات بسيطة وسهلة ومتناسقة مع بعضها البعض لنستيقظ نشيطين وقادرين على تحقيق أهدافنا. هذه هي ال6 عادات. 1. الصمت والتأمل. ابدأ يومك بلحظة هدوء، تنفس بعمق، صل أو تأمل، فهذا يريح العقل ويبعد القلق والتوتر. 2. الكلام الإيجابي مع النفس. قل لنفسك كلمات تشجعك مثل أنا قادر على النجاح واليوم سيكون يوما مميزا، فهذه الكلمات تبني الثقة والطاقة الإيجابية. 3. تصور النجاح. تخيل نفسك حققت أهدافك، كيف ستكون حياتك، فهذه التصورات تجعل عقلك يركز على الأمور المهمة. 4. الرياضة. حرك جسمك ولو لمدة 5 أو 10 دقائق لتنشط الدم وتتزايد طاقتك. 5. القراءة. اقرأ صفحة أو فقرتين من كتاب تحبه، فهذا يعطيك أفكارا جديدة ويغذي عقلك. 6. الكتابة دون أفكارك، أهدافك أو حتى الأشياء التي تشعر بالامتنان تجاهها، فهذه العادة تساعدك على تنظيم ذهنك وفهم مشاعرك. وهذه هي معادلة السعادة والنجاح، فقط في ساعة واحدة من الصباح يمكنك أن تغير حياتك بالكامل. مارسها يوميا وستلاحظ الفرق الكبير في صحتك، نجاحك وحتى علاقاتك مع الآخرين. إذا أعجبك الملخص ولا تريد أن تفوت الفرصة، شارك الفيديو مع أصدقائك وعائلتك ودعهم يعيشوا هم أيضا معجزة الصباح. اكتب لي في التعليقات: سأبدأ معجزة الصباح الخاصة بي من اليوم. ولا تنسى الإعجاب والاشتراك ليوصلك كل جديد. شكرا جزيلا على المتابعة، ونلتقي في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.